بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جيت لكم بفيديو جديد. فيديو بصراحة لقيت على اليوتيوب كتير آه عمايل الصابون السائل، فقلنا خلاص فرصة ان احنا كمان نوفر في موضوع الصابون السائل. وطبعا انتوا عارفين ان هو الاسعار زادت قد ايه. فطبعا احنا معانا دلوقتي هعمله من حاجات مكونات في البيت. معايا قشر سفندي وقشر برتقان، قشر ليمون، المتوفر عندك بتستعمليه. انا اخدت الكمية اللي عندي، غليتها او سلقتها بمعنى اصح على البوتاجاز، واخدتها ضربتها في الخلاط. ومعايا صابونتين، الصابون البلدي العادي بتاعنا خالص. انا كنت لسه عاملاه جديد، يا دوب بقاله كان 3 ايام، فبيتقطع معايا بسهولة. هو كان تماسك، لكن ما كانش يعني ما كانش جامد قوي، هو كان لسه طري معايا. في طريقة تانية اللي هي تجيبي الصودا الكاوية وكوبايتين زيت وتعمليه. ده فيديو انا شفته، لكن انا مش محتاجة اعمل كده. انا عندي الصابون بتاعي وهو فيه الصودا الكاوية وفيه الزيت المستعمل، فيه كل حاجة. يعني كل حاجة من البيت، احنا ما جبناش حاجة من بره، يعني تكلفة من بره قد كده. دلوقتي زي ما انتوا شفتوا، انا اخدت الصابونتين حطيتهم في نص لتر ميه على البوتاجاز، فكوا معايا بسهوله. وهنا كنت ضربت القشر السفندي اللي معايا. معلش انا مسرعه لكم الفيديو عشان يعني تستفيدوا منه من غير ما تملوا منه يعني وتزهقوا منه. بصراحه انا قلت اجرب واشوف الموضوع ده بجد حقيقي مفيد، ولا الفيديوهات دي كلها ملهاش لازمه وبيضحكوا علينا. فقلت اما اجرب معاكم. ده انا سلقته وغليته، فالكميه دي بس اللي طلعت من كل القشر اللي معايا. لو كنت حطيته وهو من غير سلق بينزل كميه بقايا او يعني رواسب، بيسيب كتير. فلكن انا قلت عايزه اخد منه الخلاصه كلها، عايزه اخد منه كل الفايده اللي فيه. قشر سفندي، قشر برتقان، قشر ليمون، كله على بعضه المتوفر عندنا. طبعا احنا في موسم البرتقان والسفندي، يعني سعره رخيص ومتوفر. المعلقه اللي انتوا كنتوا شفتوها معايا، المعلقه السيليكون دي اتقطعت مني، فقلت استعملها بقى في حاجه الصابون. خلاص مش هحطها في اكل تاني فبستعمل. هنا انا طبعا ده قشر البرتقال والسفندي، زودت عليه كمان عصره ليمونه، زودت عليه معلقه ملح، زودت عليه معلقتين سكر. انا ما عنديش ملح ليمون، فعملت ايه؟ حطيت معلقه ملح مليانه، وحطيت ليمونتين او ليمونه كبيره. يعني ليمونه لو حجمها كبير، لو صغيره تبقى 2 كده، يعني يعتبر بديل لملح الليمون. خلاص. وكمان بزود الفايده. هنا حطيت سكر وملح وليمون على قشر السفندي والبرتقان اللي انا سلقته وضربته في الخلاط وزودته، او حطيت عليه لتر ميه. دلوقتي بقلبه كويس ان انا ادوب الملح والسكر، وهنزل بقى عليه كمان بلتر ميه كمان. يعني انا ضرباه في لتر ميه، وهنزل عليه بلتر ميه كمان. خليكم فاكرين معايا. ما شاء الله بجد، يعني قلنا نجرب ونوفر. هنا بقى بزود دي معلقة ونص كربوناتو. كربوناتو اللي هو بتاع الطعمية، او اللي هو كربوناتو الصوديوم. هقلبها كويس بقى لغاية ما يدوب خالص زي ما انتوا شايفين. وهنزل بالصابون. شايفين الصابون بقى عامل ازاي معايا مع نص لتر مية؟ يعني بجد الصابونتين ساحوا بسرعة، ما اخدوش مني اي وقت. هتشوفوا وانا بنزلهم، وانا لسه بنزلهم وبقلبهم الخليط معايا تقل ازاي. يعني بجد حاجة وهم. اهو بنزله بقى كله زي ما انتوا شايفين، وافضي كل الكميه اللي معايا، اللي هم عباره عن صابونتين من الصابون البلدي بتاعنا. يعني ما جبت صودا كاوية او زيت، او يعني احنا خلاص احنا اوريدي عندنا عاملينه. على فكرة انا لسه كنت عاملاه جديد زي ما قلت لكم. وطبعا انا عاملاه في القناة، عاملاه فيديوهين قبل كده في القناة. ولو عايزيني انزله لكم كمان او اعمله معاكم مرة تالتة، مفيش مشكلة. شوفوا تقل معايا بقى عامل ازاي. وانا لسه يا دوب مكونين 2، او يعني ما حطيناش حاجة، وبقى بالتقل ده وبقى بالكثافة دي. شايفين؟ وطبعا الريحة بتاعت البرتقال والسفندي ما اقولكوش، مالية المطبخ معايا. هنزل كمان
بلتر تالت، غير النص لتر اللي احنا حاطينه في الصابون، غير اللتر اللي احنا حاطينه في السفندي والبرتقال. يعني ما شاء الله كمية كمية كمية، يعني حاجة توفر، توفير توفير توفير. اديني حطيته اهو ما شاء الله، وبرده تقيل معايا. يعني على فكرة انا ممكن استعمله كده، روعة والله يا بنات، روعة. على فكرة انا ما عملتلكوش الفيديو ده، او يعني ما نزلتش الفيديو غير لما انا جربته. طبعا احنا بعد ما بنخلص الصابون ده بنسيبه يومين. ده معايا كيلو صابون سايل، كيلو الصابون السايل ب5 جنيه. انا جبته على فكرة من نوع اللي هو رخيص مش غالي. يعني انتي لو عندك صابون سائل في البيت من النوعية الغالية وعايزة تحطي منها، براحتك خالص. مش عايزة وعايزة تحطي اللي هو النوع الرخيص شوية عشان نوفر، يبقى خلاص كده مفيش مشكلة. انا حطيت كيلو ما زودتش عنه، وهقلبه وهتشوفوا الكثافة بتاعته شكلها ايه. والله يا بنات تحفة 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 تحفة. دلوقتي انا حطيت، خليكم معايا، انا معايا قشر سفندي ومعايا صابون من البيت، ما عملتش اي حاجه. معلقتين سكر من البيت، الملح من البيت، الكربوناتو كمان من البيت. ولو هنحسب يا ستي الكربوناتو، المعلقه اللي احنا حطيناها قولي بجنيه، يبقى احنا حطينا جنيه كربوناتو، حطينا 5 جنيه صابون سايل. وهحط اضافه كمان عشان تنعم ايدينا، ما يبقاش الصابون صعب على ايدينا او شديد على ايدينا. اللي هي ايه؟ الجريسلين. الجريسلين انا جايبه العبوه دي من المستحضرات مش من الصيدليه، انا جايباها من المستحضرات الطبيه. هاخد نصها، انا جايباها ب8 جنيه، يعني نصها اللي هي معلقتين كبار بحوالي 4 جنيه. يبقى احنا كل التكلفه اللي اتكلفناها على كميه الصابون اللي معانا دي كلها 10 جنيه. عايزة تضيفي الجريسلين، يبقى احنا كده بقولك كملنا ال10 جنيه. مش عايزة تضيفيه، يبقى احنا لسه عملنا كل الكمية دي ب6 جنيه بس. مش عايزة تحطي صابون سايل كمان، يبقى الكمية دي ببلاش. ومعانا صابون سايل روعة روعة، ريحة ونظافة، ويعني وتوفير وكل حاجة. بجد يا بنات والله العظيم انا ما نزلتش الفيديو ده ولا عرضته ليكوا غير لما جربته. انا سبته فعلا يومين، وكل ما بسيبه بيتقل، كل ما بسيبه بيتقل، فبزوده تاني مية. بجد حاجة خيال. من البيت، نظافة، بيشيل الدهون. بجد والله العظيم روعة روعة في شيل الدهون، وريحة زي الفل. واقول لكم على سر كمان، لما بتغسلي الاطباق بصابون السايل اللي بنشتريه وغالي جدا، بتلاقيه بياخد معاكي وقت كده في التشطيف، لانه بتحسيه ان هو فيه يعني لسه في صابون او حاجه فبتشطفيه كتير. لا، ده من اول شطفه بينضف معاكي، والاطباق والحاجه بتبقى زي الفل. انا اخدت كميه وحطيتها في نص لتر ميه اهو، ودي سفنجه جديده لسه ما استعملتهاش، دي اول استعمالي ليها. بقول لكم انها ناشفه عشان اوريكم الرغوه بتاعته بتبقى عامله ازاي. انا اخدت طبعا كميه صغيره زي ما انت شايفه، المعلقه يعني مش بتاخد حاجه، ورغم كده عملت لي كل الرغوه دي. والله يا بنات توفير توفير، وحاجه فوق الخيال، حاجه روعه روعه. جربوه وهيعجبكم جدا. ده كان الفيديو بتاعنا في قناه ام طارق وعمال ايديها. قلنا نجرب الصابون، وعملنا الصابون ووفرنا وطلعنا بنتيجه بجد تحفه. جربوه بقى وقولوا لي رأيكم وتجربتكم في الكومنتات. وادي الصابون بجد والله ولا اروع. طبعا انا زودته كمان ميه على فكره، يعني انا قلت لكم كل ما بيقعد، واللون له تحفه. يعني انا ما حطيتش لون، عايزه تحطي لون بتزوديه بقى، لو عندك لون طعام او تشتري له لون مخصوص براحتك. لكن اللون ده بجد جميل جدا يا بنات، وشايفين المطه اللي فيه، يعني حاجه روعه روعه. انا رجعت كمان زودته زي ما قلت لكم، فعمل معايا كميه، يعني قولي حوالي 6 8 لتر. من 10 جنيه. شوفي انت هتشتري الكمية دي، حتى لو الصابون اللي هو رخيص، وشوفي هيبقى معاكي بقد ايه.
بجد والله يا بنات روعة، جربوه وعلى ضمانتي. وزي ما قلت لكم مستنيه رايكم بقى في الكومنتات، وقومي يلا بقى تشطري ووفري واعمليه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ما تنسينيش في دعوة حلوة منك يا قمرايا انت وهي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.